ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهارده عن قسم علوم الاغذيه ومكملين في سلسله هنشتغل إيه من كليه الزراعه. تعال نشوف. قسم علوم الاغذيه من اقدم الاقسام اللي عندنا في الكليه، علشان كده هتلاقي ان القسم ده عدد قليل جدا من الطلاب اللي يقدروا يلتحقوا بيه، لان القسم الGPA بتاعه عالي. طبعا هو من اقدم الاقسام سواء في كليه الزراعه عين شمس او معظم كليات الزراعه. قسم علوم الاغذيه بيتقسم لتخصصين: تخصص ألبان وتخصص أغذية، وهنتكلم دلوقتي بلمحة عن كل تخصص. تعال نتكلم على أول تخصص في قسم علوم الأغذية، وهو قسم الصناعات. قسم الصناعات هو قسم باين جدا من اسمه إن هو بيتكلم على الأغذية. أنت بيعتبرك مهندس زراعة. قسم علوم الأغذية تخصص أغذية، تمام؟ فأنت تعاملك كله مع الأغذية والمعلبات، سواء في فترات الحفظ والتجفيف أو فترات الجودة وتقييم المنتج بتاعك، لأن أنت ببساطة بتتحكم وتقدر تقيس التخزين، وكمان تقدر تطبق المعايير اللازمة لحفظ الغذاء. أما بالنسبة لتخصص ألبان، فأنت بتتعامل مع منتجات الألبان سواء في التقييم أو سواء في الجودة أو سواء النسب المطلوبة لعمل المخاليط الألبان. وسواء انت اخترت قسم اغذيه او سواء انت اخترت قسم البان، فانت لازم تعرف الكورسات المهمه جدا اللي لازم تبدا ان انت تشتغل عليها، سواء انت في طالب في كليه الزراعه او سواء خريج او سواء انت في مجال الزراعه بس حابب تخش قسم الاغذيه من اوسع ابوابه. تعال نتعرف كده على الكورسات المهمه. من الكورسات المهمه جدا اللي هتحتاجها في كليه الزراعه، وخصوصا في قسم الاغذيه، عندك كورس GMP وكورس GHB، كورس الايزو 9001 وكورس الايزو 2200. دورة ايزو 9001 ل 2015 تقدر تسميها كده ان هو نظام ادارة الجودة والمفاهيم المرتبطة بها، لان الدورة دي بتربط ما بين حاجتين مهمين جدا جدا: التمارين العملية، التمارين النظرية والتمارين العملية، علشان تخرجك بأكتر إفادة من المفاهيم والمتطلبات لإدارة الجودة. كمان من أهداف الدورة عوامل كتير جدا هتأهلك لسوق العمل. من أهداف دورة أيزو 9001 كالآتي: الدورة بتستهدف استخدام أدوات تحسين الجودة في التعرف على حل مشاكل الإدارية واتخاذ القرارات في التخطيط والتنظيم والقيادة اللي بتحتاجها جدا في تعاملك مع الأفراد العمل. كمان الحكم على فعالية تطبيق الجودة في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المصانع والشركات. كمان إن نظام إدارة الجودة 9001 بيشرح لك المواصفات الدولية، وهو نظام متفق عليه دوليا. سواء انت كنت في قسم أغذية أو أي قسم من كليات زراعة، انت تقدر تعمل دبلومة أغذية وتحصل على الكورس تكون أخصائي تغذية، ودي هنتعرف عليها في فيديوهات تانية. كده يكون خلصنا تعريف ولمحة بسيطة عن دورة ايزو 9001 ل 2015. بحصولك على دورة ايزو 9001 ل 2015 هتكون مؤهل جدا وبفاعلية في سوق العمل. تعال بقى نتكلم عن وظائف كلية زراعة لقسم علوم الأغذية. أول حاجة، القسم ده بيبدأ يعين أوائل الطلبة في مجال المعيدين، تمام؟ وتقدر بعد كده تكمل حياتك العلمية، تمام، في درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه. يبدأ شغلك يكون أكاديمي عندك في الكلية، تقدر وعندك فرصة كبيرة جدا تكون باحث بالمركز القومي للبحوث الزراعية أو معهد البحوث. اتكلمنا عن النقطة دي كتير جدا. ليك طبعا الفرصة انك تكون اخصائي بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وكذلك الحجر الزراعي بالموانئ المصرية. شغلك فيه والتحقق لكورس ايزو 9001 هيبقى ليه دور مهم جدا في المجال ده، لان هو بيعتمد على الادارة والمراقبة. زي ما قلت لك، انت لازم تحسن من نفسك، مش هتديك كل حاجة، انت مجرد بس بتبدأ تشتغل على نفسك وبتاخد الكورسات المهمة جدا مع مجال الدراسة، وان شاء الله ربنا يكرمك. تعال نتابع كده ونكمل. طبعا مهندس مراقبة وتوكيل، تمام، بإحدى شركات ومصانع التصنيع الغذائي. أي حاجة في مجال الأغذية أنت ليك دور. حتى كمان ليك شغل جدا في المستشفيات، إنك بتتعين كأخصائي تغذية على المستشفيات. من وظائف كتير، ولكن زي ما قلنا احنا بنركز بس على أهم النقط للقسم، أهم الخبرة، أهم الشغل المنتشر، طبعا المنتشر بالنسبة للخارجين.
نيجي بقى لنقطة الحيادية والمميزات والعيوب بتاعة القسم. مميزات عيوب ايه؟ ده انا داخل قسم علوم أغذية، ده أعلى قسم في الكلية، ده كذا وكذا وكذا. زي ما احنا قلنا، انت عندك أعلى قسم أو أقل قسم، اللي بيفرق ما بينه بس إن اللي في القسم ده قد ايه هو تعب على نفسه في القسم وبقى شاطر وعرف يقبض مرتب كويس. مع اختلاف كده احنا برضو هنقول المميزات والعيوب. من مميزات قسم علوم الأغذية إن الشغل والفرص متاحة. زي ما قلنا في الأول إن هو من أقدم الأقسام اللي عندك في الكلية، فالفرص بتاعته متاحة جدا، وداخلة في مصانع وشركات كتير، والطلب عليه فعلا عالي جدا. كمان مميزاته الراحة، انت مش زي اللي في قسم وقاية ولا زي في قسم أراضي، تمام، والسفر ما بينه بعيد جدا، أو زي في قسم إنتاج نباتي شغل وإنتاج حيواني، شغل وفرص العمل بتبقى في أماكن بعيدة جدا لسه بيحصل لها استصلاح. أنت شغل في المصانع والشركات، تركب الأتوبيس من هنا يوديك الشغل من هنا يا ريتني وهكذا. كنت انا يا اخي. طب نيجي لعيوب القسم. هو مش هتتكلم في عيوب القسم، ان القسم ذات نفسه محتاج شغل ومحتاج تعب، ودي مش عيوب في اي قسم. محتاج طبعا مذاكرة، وزي ما قلنا محتاج ان انت تأسس نفسك في حاجات كتير جدا تخص في مجال الأغذية، وتتعرف على مراجع كبيرة جدا سواء عندك باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية لو أنت داخل. طيب من عيوب القسم إن أنت عندك العمل ذات نفسه، وسط العمل ذات نفسه بيكون شاق شوية. ساعات العمل بتبقى كبيرة، بتبقى مسؤول عن شفتات، ممكن تطبق ممكن تصل، سواء انت شغال مثلا في مصانع الألبان ولا مصانع الأغذية، غلطتك يعتبر بفورة. القسم محتاج، أو الشغل أصلا في القسم ده محتاج خبرة كتير، فأنت لازم التدريب العملي علشان يكون ليك بصمة كويسة وتأثير في الشغل اللي انت بتقدمه. ربنا يوفقنا ويوفقكم بكل خير. وبكده يكون خلصنا أهم المعلومات والتفاصيل اللي قدرنا نوصل لها تمام من الخريجين، وقدرنا نوصل لها من المعلومات المنتشرة كلها على السوشيال ميديا. تمام، أتمنى نكون فدناكم. لا تنسوا الدعاء لإخواتنا المستضعفين في غزة، وإن شاء الله نتقابل في فيديو جديد ونتعرف كل التفاصيل المهمة اللي تخص مجال الزراعة أو تخص المودعات العامة في الحياة الجامعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.